اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ناصر كل مظلوم، ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير، واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا. يا رب نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا صباح الورد والفل والياسمين، كيفكن يا حلوين؟ اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. طبعا نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثل ما شفتوا يا صبايا، فإن هذا اليوم يوم الجمعة هيك صحصحنا الصبحيات، شربنا فنجان القهوة مع العيلة الحمد لله رب العالمين. وهون ماما كانت عملت لنا كبة بسمائية، هي أكلة حلبية مشهورة، فحبيت أصور لكم إياها. عن جد كتير كانت طيبة. هي كنا عاملينها من يوم الخميس، فعملناها بالليل وما أكلنا، صاير تقريبا يعني بالليل ما بناكل هيك أكلات دسمة، يعني صارت غدانا يوم الجمعة. اي والله يا صبايا كتير طلعت طيبة، عن جد كتير كتير طيبة. يسلم ايديها يا رب. هي هون حطينا السفرة وقعدنا هيك اكلنا. الله يديم علينا النعم يا رب ويحفظها من الزوال. اليوم الفيديو رح تلاقوه منوع مليان اكلات طيبة، لاني لي زمان ما نزلت لكم وجيت جمعت لكم الاكلات والطبخات اللي كلها عاملينها. هاي هون المسا يا صبايا، طلعنا هيك نتمشى ونشم هوايات، وهم كان فاتح محل شاورما يعني جديد، فحبينا ناكل من عنده على النص متر. عن جد كتير طيبة، وشوفوا مأكبرة انتو نص متر فعلا، يعني قد ذراع الايد كله. اي والله، فطلعنا على الحديقة تمشينا واكلنا هالشاورما، وعن جد كتير كانت طيبة. والله يرزقه لبابا، بتعرفوا يوم الجمعة واحد هيك طلعت العيلة تطلع بنغير جو. وهاي تاني يوم، يوم السبت، كان بابا جايب لنا ماما قلوبات جيد. شوفوا صبايا نحن هداهم كلهم بننضفه، كمان ماما هيك عملتن، فبتقعد بتنضفن قلب قلب. الله يعطيها ألف عافية. شوفوا نحن هيك كله بننضفه، إذا فيه دم، فيه وسخ، فيه أي شي، كله بنشيله. اه والله يا صبايا. وكان جايب لنا كمان كبدة. أنا ما باكل كبدة، ما بحبها، مع إنه هي كتير مفيدة لفقر الدم، كتير كتير كويسة. يعني أنا باكل هاد القلب، قلبات الدجاج، قلوبات الدجاج. ايه والله الحمد لله رب العالمين. وغسلناهن ونضفناهن، وماما كمان اجت هلا بتتبلن، رح تشوفوا معي هلا بالفيديو. بتحط لهم بصلة، بتحط لهم كمان توابل. طلعوا هون بتحط لهم ماما بصلة، بتقليها زيت طبعا، وبعدين بتحط لهم توابل، بهار وملح وفلفل، وطبعا بتحط لهم زنجبيل مشان الزنخة، وطبعا بتحط لهم بالاخير يعني معلقة مية فرنجي اللي هي مية بندورة، وكمان نفس الشي هدول الكبدة. اي والله يا صبايا، وبناكلهم عن جد كتير طيبين. فهي كانت اكلتنا ليوم السبت. وطبعا انا قلت لكم باكل قلوبات، وهي هم ماما كانت عم تعملنا مع القلوبات كمان لبنية. والبهار، الثوم والنعناع ورز. لما تعقد يصير الشوربة. زي لبنية. هاي تركت لكم صوت ماما اول مرة بترك لكم اياه، بتعطيكم طريقة اللبنية. عن جد لبنية على اصولها، لبنية ملوكية حرفيا.
هون يا صبايا فتنا على فران اوج، عن جد ما شاء الله عنده مخبوزات بتجنن. فتنا نشتري بيتزا، خدنا بيتزا، عن جد البيتزا تبعيته كتير 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 طيبة، وصورت لكم المعجنات الموجودة فيها، خرجاك فطور واشياء طيبة. فعن جد يعني بنصحكم اللي بيقبها يجربون، ومعروفين. انا دليت عليه والله عن طريق الانترنت، وعن جد رحت جربته. البيتزا، الخبزات، كل شي عنده تازة وبيجنن، وخاصة البيتزا. واخدنا طبعا من هذا الفطيرات والكمان الصمون، يعني بتعرفوا خرج فطور. فالحمد لله رب العالمين كمان هيك اخدناهن. وطبعا هي هون كانت بعد يومين. هلا ما قلت لكم يعني صاير جمعت لكم كل الاكلات بهذا الفيديو، فهيك صاير عندي ما في تصوير هالكم يوم، فطلعت ايش عندي كله اكل، فقلت لازم انزل لهم اياه. ايه والله هذا هو اسم المحل، افران اوج. وبعدين يا صبايا هي هون تاني يوم ايمت. هي يوم الاحد اللي انا عم بحكي معكم فيه، يوم الاحد. هي اختي عملت لنا كيك يا صبايا، كيك كتير طيب، عن جد كأني طعمته يعني بتحسوه جاهز، اول مرة بينجح معه بهالطريقة. كيك بالشوكولا. وطبعا شربنا هالقهوة واكلنا هالكيكة كتير طيبة كانت هيك من الصبح. الله يديم علينا النعم يا رب. وبس الحمد لله رب العالمين. هي صورت لكم قهوتنا الصباحية والكيكة، وهون كمان قمنا نشرنا الغسيلات، بتعرفوا روتينات الصبحيات. وبعدين اختي التانية كانت عم بتكنس الاراضي، الله يعطيها الف عافية. صورت لكم لقطات من كل وحدة ايش عم تشتغل في البيت. هاي هون كانت اختي عم تمسح، انا كنت عم برتب الغرف جوا، ونشرت الغسيل. ايه والله بتعرفوا يعني بيت العيلة، كل العيلة لازم تشتغل. الله يديم علينا يا رب بالصحة والعافية. وانتوا احكوا لي صبايا شلونكن هالايام، ايش عم تطبخوا طبخات، شلون روتيناتكن. والله صاير هو في البيت فما في روتينات جديدة، يعني واحد يغير اكتر من هيك، فتحملونا معلش. وبتمنى تدعموني وتحطوا لي لايك، وتضغطوا زر الاشتراك اذا ما لكم مشتركين بالقناة، وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد مني. ولايك وتعليق حلو منكم خليلي قلبكم. فهون كنت عم بصور لكم كل الروتينات، وبصور لكم ايش في ما في وهالقصص. وهون كمان اختي كانت عم تجلي، هي اختي الثانية الله يعطيها الف عافية، فكان عليها الجلي. اي والله يا صبايا. وهم ما كانت اليوم كانت عم تعملنا رز بالشعرية، وكمان عم تعمل لنا فاصوليا بيضة. هلا رح تشوفوا الطريقة معي. انا هون كنت عم بصور وبنفس الوقت كنت عم بساعدهم. بتمنى يا صبايا تشتركوا بقناتي وتدعموني خليلي قلبكم، وهيك تشاركوني تفاصيلكم وايش اكتر اكلة بتحبوها بهالفيديو كله اللي طلعت لكم اياه. يلا شاركوني اكتر اكلة بتحبوها بهذا الفيديو. هاي صبايا اليوم عم نعمل نحن فاصوليا بيضة. طبعا اول اشي قلت البصلة البصلة واللحمة الناعمة، وبعدين سلقت اللحمة الخشنة مع العظام. وطبعا امبارحة كمان كانت سالقة الفاصوليا البيضة، لان هي قبل بيوم لازم تسلقوها. وهلا كمان كلهم حطيتهم مع بعض، وحطيت لها الحمض ومية البندورة والمية، يعني ركزت حمضها. رح نعمل جنبها كمان رز بشعرية. اليوم الفيديو كله طبخات، بس انا مجمعت لكم اياهم لاني صار لي زمان هيك ما نزلت لكم دول طبخات كلهم ما صورتها. طبعا انا هون علي اليوم الغبرة والحمامات، الله يكرمكم كلهم عملتهم نظفتهم، وهلا عم بصور يعني. هاي استوت الفاصوليا وتعقدت، شوفوا لونها شلون بيغمق اكتر. وهي هون عم نطبخ الرز بشعرية، غلينا المي. وهي هون حمصنا الشعرية، عم نحمصها لسه ما تحمصت. هلا بس تتحمص تمام بنطب الرز، وبعدين بنحمصه شوي، وبعدين بنكت المي. هي هون زيت وملح حطينا له. هي الأكلة بتتاكل طبعا الرز بالشعرية مع الفاصوليا البيضة. بتحبوه صبايا فاصوليا البيضة ولا ما بتحبوها؟ هي أكلة شتاء، كل بياكلها وبحبها.
بقى طبخناها نحن هون بالصيف بأبها، لأن الجو كتير حلو، عنا أمطار، يعني بتحسوا عنا أجواء شتوية مو أجواء صيفية، عنا أمطار وعنا هوا والجو كتير كتير حلو. فهي هون يا صبايا بورجيكم إياها وطبخناها، وهلا رح نتغدى إن شاء الله. هي هون طبينا الرز وهلا رح نحط المي بعد ما نقلب شوي هيك مع الشعرية تحمص الرزاي. بنكت المي السخنة، طبعا المي لازم تكون مغلية نار، ما انه تكون باردة. وهي عم نصب المي وبعدين بنغطيه وبنعيد يتهدى على مهله تقريبا نص ساعة بيستوي. وهي استوى الرز، شوفوا لي كل رزاية واختها. عن جد اجتهدتكم فيها يا صبايا. وين حطينا السفرة كمان، حطينا هالفليفلات وهالفجلات وحطينا هيك قعدنا نتغدى وهي نتعشى ونتغدى مع بعض صاروا. وهالنعناع الحمد لله الله يديم علينا النعم، عن جد كتير أكلة طيبة واجتهدتكم فيها. استنينا بابا واخواتي لأجوا كمان من الشغل أكلوا معنا. اي والله يا صبايا عن جد الحمد لله الله يديم علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. طبعا هي هون المساء فقررنا نعمل سموزي مثل كوكتيل، مثل محلات العصاير يعني الكوكتيل. فأول اشي جبنا فراولة، بابا جايب لنا يعني فواكه مجمدة، فراولة وتوت، وطبعا جبنا مانجو، جبنا كتير شغلات، بس اللي رح نعمله اليوم بالتوت والفراولة طبعا. والحليب والفانيلا رح اعطيكم الطريقة شلون عملناها، وعن جد طلعت اطيب من المحلات اللي بيعملوا العصاير، يعني عصاير طبيعية 100%. فهون كان بابا عم بيصبها، هلا رح افرجيكم كمان ايش حطينا. اول اشي بتحط التوت البري يعني والفراولة وتلج، طبعا تلج بوظ. اي والله يا صبايا. فحطينا فراولة وتوت وحطينا تلج، وبعدين بنحط علبة ايس كريم حليب، وبنحط فانيلا وبنحط حليب وبنحط عسل، ورح تشوفوا شوفوا الطريقة كاملة مثل ما بحط بابا. وطبعا كلها بتخلطوها كتير كتير بتطلع طيبة، يعني فيها الشوبات وعصير طبيعي 100%، كتير عن جد طيب. طبعا هون كمان حطينا العسل وحطينا الايس كريم، وطبعا بعدين ضفنا الحليب السائل، وحطينا كمان شوي فانيلا بيعطي طعم كتير طيبة، وبعدين خفقناهم كلهم مع بعض وبس يا صبايا. عن جد كتير كل طلعت طيبة، وبنصحكم كمان تجربوها اذا عندكم هيك يعني فواكه مجمدة شفتوا تبعات المولات يعني. فالحمد لله الله يديم علينا النعم. ولهم بكون خلص الفيديو، بتمنى تحبوا تشتركوا بالقناة اذا مالكم مشتركين، خليلي قلبكم. وبتمنى ما تنسوا اخواننا بفلسطين تدعوا لهم يا رب الله يفرج عليهم ويرفع عنهم يا رب كل اذى، وان شاء الله يا رب الله هيك من عنده يطعميهم ويسقيهم ويديم علينا هالنعم. الحمد لله رب العالمين، الفيديو كله اكل هي نعم من عند رب العالمين، فالله لا يحرمنا اياها يا رب. ولا تنسوا اهلنا بغزة وبكل مكان الله يفرج عليهم جميعا. وهون كنت عم بشرب العصير وانتهى الفيديو، وكنت مبسوطة وقاعدة بالسهرة على يعني هالاجواء. وخلص الفيديو هون، بشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة صبايا، بايات وبوسات.